إدلب أصبحت ذنب لا يغتفر لكل مسلم، لكل دولة عربية، لكل شخص علم بوجود هؤلاء المرضى ولم يقم بإنقاذهم أو مساعدتهم. من هنا من مخيم الاعتصام على الحدود السورية التركية انقذوا مرضى سرطان شمال سوريا. تخيل ابنك أو بنتك مكان واحد من المصابين بمرضى السرطان. من شان الله يا جماعة أنقذوا مرضى السرطان. مشان الله يا جماعة وصلوا صوت هدول المرضى اللي موجودين هون. مثل ما عم يسمح العالم للمرضى انهم يتعرضوا للسلاح الكيماوي، عليه ايضا انه يسمح لهم يتعرضوا للعلاج الكيماوي يلي بيشفيهم. في كل لحظة عم بتمر بدون علاج مرضى السرطان عم يزيد من آلامهم وأوجاعهم. أنقذوا مرضى السرطان. صحيح نحن ما لنا مرضى سرطان، ولكن نفس الوجع اللي عم نتوجعه بدنا نضل صوتهم بهذا الاعتصام حتى يتم الاستجابة لهم. انقذوا مرضى السرطان. بكل دقيقة بيتأخر مريض السرطان عن علاجه هو يوم بينقص من عمره. انقذوا مرضى السرطان، السرطان لا ينتظر.